السلام عليكم. معكم راف سينسي، واليوم جيت لكم بواحد الفيديو جديد. صراحة هذا الفيديو مأسبر من واحد الطريفة طرات لي مؤخرا. طرات لي انا وصاحبي. لو كان ما هدر صاحبي، لو كان ما نطق، والله الا كنت غادي ندوز عليها مرورا كرام. ولكن بما انه هدر فخلى لي هذه الفكرة في دماغي، واللي ملي رجعت للدار بديت كنفكر فيها اكثر. وهذا الموضوع اللي بغيت نهضر عليه اللي هو سيلف كونفيدنس، اللي هو الثقة في النفس، والفرق بين real self confidence والفيك سيلف كونفيدنس. يعني الثقة في النفس اللي حقيقية، والثقة في النفس اللي غير مزيفة، غير كتمثلها. وعارف بزاف منكم عندكم هذا المشكل هذا، ما كتقدروش تفرقوا بين هاد الجوج. داكشي علاش بغيت نقد هذا الفيديو باش نوضح الفرق بين هاد الجوج. وصراحة كاين واحد الفرق اللي شاسع، الفرق بين السماء والارض بين هاد الجوج. داكشي علاش بغيت نقد هذا الفيديو، هذا هو البروبوس ديال هذا الفيديو. دونك ستي توند. احنا نبداو على بركة الله. فنبداو على بركة الله بالفيك سيلف كونفيدنس. علاش بغيت نبدا بالفيك سيلف كونفيدنس؟ لحقاش عارف بزاف منكم تقدروا تكونوا كتعيشوها كل نهار، وانكم واخدين الثقه في النفس بهذه الطريقه، يعني واخدينها من هذا المنظور وانتم ما عايقينش. دونك خاصنا نشرحها هي الاولى باش نحيد عليها المشكل، وتبقى ليا ريل سيلف كونفيدنس. نهضر عليها بواحد الطريقه اللي دغيا وواحد الطريقه اللي باينه، واللي غادي تخليك انك تطبقها في حياتك، وانك تعيش ريل سيلف كونفيدنس، يعني تكون واثق فعلا من راسك. دونك شنو هي الفيك سيلف كونفيدنس؟ الفيك سيلف كونفيدنس هي الثقه في النفس اللي كتجي من المحيط الخارجي ديالك. فاش كنقول المحيط الخارجي، عارف بزاف منكم ماشي فهموني. فاش كنقول المحيط الخارجي كنقصد كاع دوك الحوايج اللي كيأثروا عليك، كيأثروا على الثقه في النفس ديالك. يعني يا اما كيزيدوا ولا كينقصوا في الثقه في النفس ديالك، ولكن من برا. بحالاش مثلا؟ بحال الطريقه كيفاش كتهضر، الطريقه كيفاش كتمشى، اللباس اللي كتلبس، الهير كات يعني قصة الشعر، وهاد الحوايج كاملين. يعني كتلقى ان بزاف ديال الناس، ناخدو على سبيل المثال قصة الشعر، يعني مثلا شحال هادي ما حسنتي ما كتكونش واثق من راسك، يعني كتشوف راسك على اساس انك خايب، كتشوف راسك على اساس انك ناقص، يعني حتى واحد ما يبغيك، حتى واحد ما يحملك. اون فوا كتمشي عند الحلاق وكتحسن شي حسنه اللي زوينه، فهنايا كتلقى راسك انك وليتي واثق من راسك، يعني وليتي كتمشى وفهمتي ومخرج صدرك، كتهضر مع الناس بواحد الطلاقه، يعني ما بقاش عندك هذا المشكل ديال الثقه في النفس. وهنا فين كاين المشكل، هنا فين كاين المشكل. لحقاش هاد النوع ديال الثقه في النفس مناش كيجي من واحد البلاصه اللي خارجه عليك انت. يعني ان فوا كتحيدها وكتمشي لك مع الثقه في النفس ديالك، ان فوا كترجعها وكترجع لك عاوتاني الثقه في النفس ديالك، واش تطبقوا في كل حاجه. يعني نفترض انك كتمشى مثلا ومخرج صدرك، وهذيك هي السيمبول ديال، ولا هذاك هو الرمز ديال الثقه في النفس عندك، كتمشى ومخرج صدرك ومقاد. وتقدر تقول لي فعلا راه شي واحد شي واحد اللي تايق في راسو كيتمشى بحال هكا، غنقول لك هي فعلا. ولكن هادشي اللي كيبان للناس اخرين. اشنا هي العلاقه بينك وبين راسك؟ كيفاش انت كتشوف راسك؟ يعني الا ما كنتي كتمشى بحال هكاك، واش غادي تبقى شايف راسك انك باقي تايق في راسك، اولا لا؟ اولا غادي تاخذ على راسك الفكره ديال انني ما كنتمشاش مزيان، ربما هادي كتشوف فيا، ربما هذا كيشوف فيا. وهنا فين كاين المشكل، كيف ما قلت لكم انا دابا. يعني ايدونتيفينا، ايدونتيفينا يعني حددنا حددنا المشكل فين كاين. يعني العلاقه ديالك مع الناس، يعني العلاقه ديالك مع المحيط الخارجي ديالك. وهذا الفيك سيلف كونفيدنس، يعني باش نوضح الامور، هي في الحقيقه هي الباي برودكت، يعني الحوايج اللي كيجيو مع الثقه في النفس الحقيقيه. يعني بحال مثلا شي واحد عنده الفلوس، يعني شي واحد اللي عنده الفلوس كاينين جوج انواع. كاين هذاك النوع اللي كيلبس مزيان وعنده طوموبيله واعره وعنده دار واعره وهاد الحوايج كاملين، ولكن ما عندوش الفلوس اللي كاينين عند واحد اخر اللي ربما عنده قل من هاد الحوايج. يعني ما عندوش طوموبيله واعره، ما عندوش هاد الحوايج كاملين، ولكن عنده الفلوس اكثر من داك الاخر. كتشوفها بزاف، كاينين بزاف ديال الامثله بحال مثلا رابرز. يعني دوك الرابرز كيكون عندهم طوموبيلات واعرين، كيكون عندهم فهمتي الفلوس وهذا وداك كاع دوك الحوايج اللي كيجيو مع الفلوس. يعني كيبغيو يبينوا انهم عندنا الفلوس، فهمتي؟ بينما هادوك اللي فعلا عندهم الفلوس، هادوك اللي عندهم الفلوس اللي اضعاف ديال هادوك الرابرز، فكاع ما كتبان عليهم.
كاع ما كتبان عليهم، كتبان عليهم انهم كيلبسوا واحد اللبس اللي عادي، كيلبسوا واحد الطريقه اللي سامبل بزاف لدرجه ان كاع ما كتبان عليهم واش عندهم الفلوس. وهذا هو الفرق بين الريل سيلف كونفيدنس والفيك سيلف كونفيدنس. يعني هذاك اللي فعلا واثق من راسو، يعني يقدر يكون كيتمشى بواحد الطريقه اللي عاديه، وربما ما كتبانش انه واثق من راسو. يقدر يكون كيهضر بواحد الطريقه اللي كيبين انه ما واثقش من راسو، يقدر انه كيلبس بواحد الطريقه اللي كتبين انه ما واثقش من راسو. ولكن الثقه في النفس اللي عنده يعني اضعاف ديال هادوك اللي فعلا كيبغيو يبينوا انهم واثقين من راسهم. لحقاش غنشرح لكم البلان. هادوك اللي كيبغيو يبينوا انهم واثقين من راسهم، فهاد الشيء كيعني انهم عندهم واحد المشكل في الداخل، انهم فعلا في الداخل ما واثقينش من راسهم. داكشي علاش كيبغيو يديروا داك الغلاف، ولا كيبغيو يلبسوا داك القناع، كيبغيو يديروا واحد الحاجز بينهم وبين الناس، زعما كيبغيو يبينوا داك الجانب الزوين فيهم، انا زعما واثق من راسي، وكيخبيو على دوك insecurities اللي عندهم في الداخل. شتي دابا الفرق اللي كاين؟ يعني جلس مزيان وفكر في هذا البلان وغادي يتضح لك الفكره اكثر. وهذا هو الفرق بين الريل والفيك سيلف كونفيدنس. وعرفتك غادي تقول ايه هاني دابا عرفت الفرق فين كاين، واخا وعرفت دابا الريل سيلف كونفيدنس هي واحد الحاجه اللي كاع ما شرحت لكم الريل سيلف كونفيدنس بلاتي. فالريل سيلف كونفيدنس بعدا باش نشرحها دغيا الريل سيلف كونفيدنس هي كتجي من الداخل، بعدا كتجي من الداخل، كتجي من العلاقه ديالك مع راسك، كتجي قداش عارف راسك، يعني شحال ديال الحوايج انت عارف على راسك. يعني ما كتجيش من طريقه كيفاش كتهضر ولا طريقه كيفاش كتمشى ولا هذا. لحقاش هذاك اللي فعلا واثق من راسو يعني غتحيد كاع هاد الحوايج كاملين، ولكن هو واثق من راسو. يعني اطرا الليطرا ما تقدرش تزعزعو من بلاصتو. اطرا الليطرا تجيب اللي بغيتي تجيب، انه كيعرف يهضر ما كيعرفش يهضر باقي واثق من راسو، انه كيتمشى ومخرج صدرو، انه كيتمشى عادي ما كاين حتى شي مشكل. يعني انه كيهضر مع بزاف ديال البنات، انه ما كيهضرش مع بزاف ديال البنات، انه كيعرف يهضر، انه ما كيعرفش يهضر، داكشي ماشي مشكل بالنسبه ليه، لحقاش هو عارف راسو شكون وديما واقف مع راسو، ويطرى اللي طرا ما عمر غيتخلى على راسو. That's real self confidence. واضحه مزيان؟ وشتي دابا الفرق؟ يعني هذا هو الفرق بين real والفيك سيلف كونفيدنس. الريل سيلف كونفيدنس جايه من الداخل، يعني يطرى اللي طرا وتجيب ما عرفتش تجيب، ما عمرو غيتزعزع من بلاصتو. بينما داك اللي كيبين انه واثق من راسو واللي هي الفيك سيلف كونفيدنس، اين فوا كيطرى ليه شي مشكل يعني ديك السيلف كونفيدنس ديالو كتمشي، يعني الثقه في النفس ديالو كتمشي بحال ما عمرها كانت. وعاد باش نعاود لكم دابا الطريفه اللي طرات ليها مع صاحبي، صراحه واحد الطريفه بسيطه يعني كاع ما تحتاج داك التفكير بزاف، ولكن بسبب انه هضر، بسبب ان صاحبي هضر، هي اللي خلاتني نفكر في هذا البلان اكثر. فكنا غاديين كنتمشاو انا وصاحبي، وجاو شي دريه تسولونا على الطريق وهذا، وانا ملي كنت كنشرح اليوم يعني كنحاول انني نشرح اليوم بالتفصيل، وهادشي اللي خلاني انني نهضر بزاف، وبعض المرات كتلعثم ليا الهضره ديالي، فهمتي؟ يعني كتبقى تلف ليا الهضره. ولكن المشكل هو انني ماشي المشكل، ولكن في الداخل ديالي ما كان عندي حتى شي مشكل، والله ما كنت كنحس بوالو، يعني ما كنتش كنحس بالخوف، ما كنتش كنحس بالتوتر، ما كنت كنحس بوالو. فشرحت لهم البلان كيفاش داير، شرحت لهم الطريق فين كاينه، قال شكرا صافي كملنا الطريق. وقال لي صاحبي مالك صاحبي على راسك، مالك صاحبي الا حالك، قال لي ما كتهضر وانت يا خايف. نقول لي كيفاش زعما كيفاش كنهضر وانا خايف؟ قلت لي كنهضر وصافي. وهادشي اللي خلاني انني نفكر هو فاش قال لي بحال هكا، قال لي يا صاحبي انت كتهضر متوتر، كتهضر مخلوع. وهنا فين اتضحت لي الصوره اكثر، هنا فين اتضحت لي اش من نوع ديال الكونفيدنس عندي، وعاد باش عرفت كيفاش الناس الاخرين كيشوفوا السيلف كونفيدنس. يعني حاولوا انكم تبنيو فعلا ريل سيلف كونفيدنس، حاولوا انكم تبنيوها، حاولوا انكم بعدا تعرفوا الفرق بيناتهم، واني شرحت لكم الفرق بيناتهم. فباش انك تبني ريل سيلف كونفيدنس كيف ما قلت لكم، كتبدا بالعلاقه ديالك مع راسك، كتبدا العلاقه ديالك مع الله، لحقاش الله هو الوحيد اللي عارفك انت كيفاش داير، الله هو الوحيد اللي عارف الافكار ديالك كيفاش دايرين، هو اللي عارف كيفاش انت داير من الداخل. فما تنساش انك توطد العلاقه ديالك مع الله، ما تنساش. كنعاودو
وباش انك تبني واحد العلاقه مزيانه مع راسك، يعني خاصك تغلب على المشاكل اللي عندك. يعني كنا عندنا مشاكل، كنا عندنا شي حوايج اللي خايفين منهم. فباش تبني real self confidence كتبدا بانك تواجه هاد المشاكل، انك تحاول انك تغلب على هاد المشاكل باش تولي واحد نسخه احسن من راسك، يعني باش تولي a better version of yourself. وهنا فين كتبدا ديك الثقه في النفس، يعني كتلقى راسك. وغالبا الناس ما كيكونوش عارفين عليك هاد الحوايج كاملين، يعني ما كيبانوش عليك، ولكن انت في الداخل عارف هاد الحوايج كاملين. فاش كيطرى لك شي مشكل وكتغلب عليه، هنا فين كتبدا السيلف كونفيدنس، هنا فين كتبنيها، هنا فين كتقويها. يعني فاش كيطرى لك شي مشكل وكطيح الارض وكتنوض عاوتاني وتطيح الارض وتعاود تنوض، هنا فين كتبني السيلف كونفيدنس ديالك. وهاد السيلف كونفيدنس يطرى اللي يطرى كيف ما قلت لكم، يطرى اللي يطرى ما غاديش تزعزع من بلاصتك، حتى واحد يجي اللي بغى يجي. وهاد السيلف كونفيدنس هي اللي غادي تخليك انك تكون كتعرف تهضر مع الدريات، تكون كتعرف تهضر مع الناس اون جينيرال، تكون تمشي وتدوز واحد جوب انترفيو وتشد لبلاصتك معاهم في الخدمه. هي اللي غادي تخلي انه يكون عندك واحد البيزنس بلان تعاودوا للناس، وغادي تخلي هاد الناس انهم يقبلوا على هاد البيزنس بلان ديالك، انهم يكونوا شركاء معك في هاد البيزنس بلان. هي اللي غتخليك انك تمشي فين ما بغيتي. دونك ما تهاونش على هاد البلان هذا، ما تهاونش على هاد البلان هذا. وعاد باش الا بنيتي هاد السيلف كونفيدنس ديالك من الداخل، ديك الساعه تقدر تخدم على الحوايج اللي كيبانوا على برا، واللي هي الطريقه كيفاش كتمشى، هي الطريقه كيفاش كتهضر، الطريقه كيفاش كتلبس، يعني الفلوس وهاد الحوايج كاملين غتخدم عليهم ديك الساعات. ولكن بني السيلف كونفيدنس ديالك من الداخل هو الاول، لحقاش هذاك هو الجوهر ديال الكونفيدنس ديالك. دونك هذا ما كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نعطيكم واحد الخلاصه بسيطه. كاين جوج انواع ديال السيلف كونفيدنس، اوكي؟ يعني الا ما ديتي معك والو في هذا الفيديو دي معك هاد الهضره ديالي. السيلف كونفيدنس جوج انواع، كاين الفيك سيلف كونفيدنس والريل سيلف كونفيدنس. الفيك سيلف كونفيدنس هي كاع الحوايج اللي كيأثروا عليك من برا، يعني هذا هما اللي كيحددوا الثقه ديالك في راسك. اي حاجه كطرى من برا، يعني كيفاش كتبان الناس الاخرين، فيك سيلف كونفيدنس. بينما ريل سيلف كونفيدنس هي الحوايج اللي جايين من الداخل، يعني كيفاش كتشوف راسك، شنو هي العلاقه ديالك مع راسك، وشنو هي العلاقه ديالك مع الله. فهادشي هو اللي كيديتيرميني ريل سيلف كونفيدنس. وملي غادي تبني هاد ريل سيلف كونفيدنس، يعني الثقه في النفس الحقيقيه، ملي غتبنيها ديك الساعات سير وبني في هذيك الفيك سيلف كونفيدنس شحال ما بغيتي. بدل المشيه ديالك، بدل الطريقه كيفاش كتهضر، بدل اللي بغيتي. صراحه هذاك ماشي يكون مشكل مازال بالنسبه لي، ما غاديش يبقى مشكل، وغادي تعرف باللي غادي تولي تبغي راسك اكثر. هادشي اللي غادي يتضح لك، غادي يتضح لك واحد الجانب من راسك اللي ما عمرك شفتيه في حياتك، اللي ما عمرك تخيلتي راسك انك غادي تكون بحال هكاك. That's real self confidence. دونك نتمنى انني شرحت لكم هذا البلان هذا مزيان، نتمنى انك تكون استفدتي شي حاجه من هذا الفيديو. صراحه كاينين فيديوهات اخرين جايين في الطريق، افكار اخرين جايين في الطريق. دونك الى عجبك هذا الفيديو هذا دير واحد لايك. الى عجبك هذه الطريقه كيفاش كنهضر، الى عجبك هذه المواضيع هذو، لحقاش هذه المواضيع هما اللي كيعجبني نهضر عليهم، هذه المواضيع هما اللي كيخليوني انني نكون موتيفي انني نهضر عليهم، لحقاش عارفهم غادي ماشي يعاونوني غير انا، ولكن غيعاونوا بزاف ديال الناس. دونك دير سبسكرايب الا كان كيعجبوك هاد المواضيع. ولا عندك شي اقتراح، شي فكره بغيتينا نهضر عليها، هبط الكومنتس. حاليا دابا ولا عندي فيسبوك، يعني سيروا فولوني في فيسبوك، في تويتر كنبقى نبوستي افكار في تويتر. دونك ما تنساوش هاد تو سوشيال ميديا بلاتفورمز، يعني سيروا فولوني فيهم. اند الا كان عندك شي مشكل ولا شي حاجه قولها لي في الكومنتس ولا في البلاتفورمز هادو. بروف سنسي كان هنا. بيس.